أنا اللي طلبت الطلاق وأصريت عليه. بيجيلنا زوجات كتير آه، طلبت الطلاق وأصرت عليه مرة واتنين وتلاتة. قالت لجوزها لو مطلقتنيش هروح المحكمة. في بعضهم بالفعل راحت المحكمة وطلقت طلاق خلع. بتيجي بعد فترة من الطلاق بتحس إن هي اتسرعت. الطرف الآخر بيقعد يحاول مرة واتنين وتلاتة وأربعة، ولكن لما بيتم الطلاق بالشكل ده بيكون اتقفل. فتيجي هي تحاول ترجع متعرفش. طيب ده ليه بيحصل؟ لأن في ستات كتير بتتعرض لمواقف في بعض الأحيان بتكون المشكلة عندها مش عند الزوج، يعني هي مأفورة شوية، حساسة بزيادة، بتاخد مواقف بسيطة وتكبرها وتضخمها، وبعدين تقول ان هو شخص وحش. حتى لما بنقعد في قعدات ونقول لها ان انت غلطانة بتبقى شايفة ان احنا جايين عليها، وان احنا بقى كرجالة بنفكر تفكير ذكوري. نحاول نوضح لها الموضوع بإنصاف بشكل علمي. برضو ما بتقتنعش. بعد ما يحصل الطلاق تحاول بقى في محاولات صلح. المحاولات دي ممكن تبدأ من امتى؟ من ايام بعد الطلاق بايام. لا، هو انا مش حاسه ان في حاجه اتغيرت، انا اتطلقت ومتضايقه. هي بتبقى شايفه ان طوق النجاه الحل الطلاق، ولكن لما بتطلق ما بتلاقيش حل. الموضوع ما بيبقاش مريح. مش شايفه ان هي حاجه اتغيرت، بالعكس بيزداد سوءا. بيزداد سوءا كمان لما الراجل ده يقرر ان هو يقفل الموضوع ده يعني للابد. مش هفتحه تاني. وبعضهم كمان بتقول طب انا عايز ارجع، بس انا كرامتي ما تسمحليش ان انا اروح اكلمه بعد ما عملت كل ده. فحد يكلمه ودخله حد. بعضهم بيجيله آه، نوبات اكتئاب. فعشان كده بنقول للست آه، طلاق او قرار الطلاق في ايدك، بس قرار الرجوع مش في ايدك. فلما تبقي متضايقة وعندك تراكمات، سواء كنت صح أو كنت مأفورة وكنت غلط، استشيري كويس قوي قبل الطلاق. اقعدي مع حد بعيد عن الأهل. ممكن أهلك يعصوكي، ممكن صحباتك يسخنوكي، ممكن انتي مع نفسك كده يعني دماغك تسوحك. فاقعدي مع حد قبل الطلاق علشان ما ترجعيش تندمي بعد الطلاق. لأن قرار الطلاق ممكن يكون في إيدك وتقدر تضغطي بأكتر من وسيلة، إنما الرجوع مش في إيدك، ده في إيد شخص تاني. وساعات أنت يعني بتتعاملي مع الشخص الغلط في موضوع الطلاق. هو متمسك بيكي وعايز البيت وعايز الأولاد، بس لو حصل الطلاق بالطريقة دي وبالضغط ده هيمشي، مش هيرجع تاني. فما ما تخسريش فرصتك. استشيري قبل الطلاق، ما تستشيريش بعد الطلاق. في مشاكل بيبقى لها حلول، في مشاكل بتبقى بسيطة، مش صعبة، مش مستحيلة. فبنشوف نسبة ندم كبيرة جدا سواء من الرجالة أو الستات. بس أنا بتكلم دلوقتي عن الست اللي هي بتضغط بأكتر من وسيلة، ولما بتطلق بعد أيام، والله في حالات بعد 15 يوم، في حاجات بعد 6 شهور. في واحدة بتقعد تستحمل تستحمل، مفكرة إن هو مثلا هيجي يراضيها. طب ده لو رفع سماعة التليفون وقال لي نرجع هقول له، بس هو مش عايز، خلاص خلصت. فما تتسرعيش علشان ما تندميش. راجعي نفسك مرة واتنين وتلاتة. استشيري أهل التخصص وأهل الخبرة، علشان طلاق الست بالشكل ده ليه انعكاسات سلبية جدا على حياتها. هي بتبقى شايفة إن الحل في الطلاق، أو ممكن يكون في حلول تانية كتير قوي غير الطلاق، بس انت اخترت الحل الأصعب. الفرص بتاعتك يعني الموضوع خرج من إيدك، انت مالكيش سيطرة عليه. فعشان كده بقولك لله عز وجل فكري كويس، استشيري كويس. استشيري مرة واتنين وتلاتة. ده لو في واحد راح لدكتور وقال له انت محتاج عملية، بيروح لدكتور تاني وتالت علشان يتأكد ان الاستشارة دي صح. وبعد كده خدي قرارك وانتي ما بتبصيش وراكي. انما اللي بيحصل ده يدل على شخصية اندفاعية، شخصية غير حكيمة. اتطلقت وبعد ايام ولا شهور عايزة ترجع تاني. عايشة مكتئبة حزينة، حاسة ان هي ندمانة. واحدة بتقول انا حاسة ان انا كنت حمارة. ليه؟ لان هي شايفة ان خلاص مفيش حل،
ولازم اتطلق دلوقتي، اتطلقت حاسة ان مفيش تغيير في حياتها بل للأسوأ ومشاعر سلبية. الراجل ده بقى لما يروح يرتبط بواحدة تانية هي بتموت حرفيا. في ستات دلوقتي بتسمعنا تقول لأ والطلاق هو الحل. انتي صاحبة القرار وانت اللي هتحملي النتيجة، فما تتسرعوش في قرار الطلاق. لا تتسرعي، استشيري واستخيري وتريثي في قرار الطلاق، وامشي في محاولات الصلح قبل ما تاخدي الخطوة دي، لأن ممكن تكون خطوة لا رجعة فيها. ربنا يحفظكم ويحميكم يا رب، ويوفقكم للخير ويرزقكم الحكمة ويرزقكم حسن التدبير. استعيني بالله عشان ربنا سبحانه وتعالى يعني لما يكون جنبنا احنا بنكون سعداء. ربنا يحفظكم يا رب.